اهلا بيكم في المحاضره الرابعه من محاضرات كورس التجاره الالكترونيه. خليني اقول لكم ان المحاضره دي من اكتر المحاضرات اللي الناس يحتاجوها في المرات اللي فاتت. وليه؟ لان احنا لما جينا شرحنا المصطلحات والحاجات اللي في البدايه في السيشن الاولى والثانيه والثالثه، الناس حست ان الموضوع كبير عليها وتايه. فخلينا كده نمشي مع بعض واحده بواحده ونقول ان السيشنز دي موجهه للناس المبتدئه اللي عايزين يعرفوا هل هم يبداوا التجاره الالكترونيه ولا لا. يلا بينا نبداها سوا، يلا بينا. اول حاجه هنا عندنا عايزين نتكلم بيها هي اسباب علشان تبدا التجاره الالكترونيه. طيب ايه الاسباب اللي تخلينا نبدا فيها التجاره الالكترونيه؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم، التجاره هي اهم حاجه انت تقدر تتعلم فيها. التجاره مش بس بتتيح ليك الفرصه ان انت تكسب فلوس، ولكن انت مهارات تتعلم ازاي مع بني ادمين، ازاي تشتغل مع ناس بشكل اكبر، ازاي تحرك ايدك، ازاي تنتج، ازاي تعمل اعلانات، ازاي مع الوقت ان شاء الله يبقى معاك تيم، ازاي تشغل حد معاك يساعدك وتقيم شغله، ازاي تدير بشر. حاجات كتيره جدا هتخليك تبدا فيها التجاره الالكترونيه. عايزك وانت بتبداها تبقى اخر حاجه تفكر فيها الفلوس. هي ده مش منطقيا، انا عارف ان احنا اوكي، يعني هي اول حاجه تفكر فيها الفلوس، ولكن حاول على قد ما تقدر. اقصد ان المكسب يعني طالما انت ما بتخسرش فلوس، مفيش نزيف خساره بيحصل، مفيش مشكله، اكمل الموضوع لحد الاخر وباذن الله. المميزات بتاعه التجاره الالكترونيه، والله نقدر نقول ان في مميزات كتير. فنقدر مثلا نقول ان الموضوع مثلا سهل هنا، ان انت سهل ان انت تبداه. ممكن مثلا نقول راس مال قليل. في حاجات تانية نقدر نقول عليها، نقدر نقول مثلا ان مميزات التجاره الالكترونيه كمان ان هي بتتيح لينا ان احنا نكون مثلا نقدر ندخل لينا دخل اضافي. دي كلها حاجه من الحاجات اللي احنا نقدر نستغلها في التجاره الالكترونيه بتاعتنا. في مميزات تانية، في اهم ميزه ان انت تقدر تبدا من تليفونك. كل دي ميزه من المميزات اللي بتبقى موجوده. في شروط علشان الموضوع ده، في شرط مهم جدا لازم تكون عارفه وفاهمه واحنا شغالين، ايه؟ ان محدش بينجح غير الصبور. ده حقيقي، محدش هينجح غير اللي عنده صبور وعنده فعلا احتياج ان هو ينجح ومش مستعجل على الموضوع ده. فالصبر هنا حقيقي مفتاح الفراغ ومفتاح النجاح. واصلا الاستمراريه هي اللي هتنجحك، مش حاجه تانية. فالاستمراريه هي اللي هتنجحك، مش اي حاجه تانية خالص. اتفقنا؟ طب عندنا ايه تاني؟ عندنا مشاكل هتواجه خارج الكورس بتاعنا، زي مثلا والله انت بعد ما جيت اشتغلت وطبقت لقيت مثلا في شيء معين، لقيت مورد حصل مثلا مشكله معينه، حصل لك حاجه، قانون اتغير، مثلا فيزات وقفت، اي حاجه من المشاكل اللي شبه كده، ساعتها تقدر بمنتهى السهوله، يفضل يعني ان انت هتواجهها وهتتعلم ازاي ان انت تحلها. ودي هنتكلم عنها في المستقبل، يعني هنمشي مع بعض ازاي اصلا تدور على الحلول دي. ولكن لو ده حصل فتقدر بكل سهوله هنعلمك ازاي تحل مشاكلك. الحاجة التانية ومهمة برضو جدا لازم تكون عارفها، ان احنا عندنا الجروب بتاعنا تقدر تبعت فيه دايما مشاكل. ايه الحاجات اللي هنتعلمها هنا باذن الله طول ما احنا شغالين؟ عندنا شوية حاجات كده، سكيلز او مهارات هتنجحنا في الفكرة بتاعتنا او في الرحلة بتاعتنا. المهارات دي نقدر نقول عليها مكونة من: واحد، ازاي تكسب ثقة العملاء بتوعك. يعني طول ما احنا ماشيين في الكونتنت بتاعنا او في الافكار بتاعتنا او في اي حاجة احنا بنختارها، هتبقى مبنية على فكرة ان انت تكسب ثقة العملاء بتوعك. وده هيخلينا نشتغل على فكرة اللي قلناها في اول المحاضرة، وهو موضوع ان احنا يكون عندنا اورجانيك جروث، نمو طبيعي للحاجه بتاعتنا. فده هيجي منين؟ هيجي من ان احنا محتاجين نكسب ثقه العملاء بتاعتنا دايما. هيبان ده في شكل البرودكت اللي بنختاره، هيبان ده في شكل المنتج، هيبان ده في تغليفه، وهيبان ده في شركه الشحن اللي احنا نتعامل معاها. فعندنا مقياس مهم جدا جدا جدا، وهو انك محتاج تكسب ثقه العملاء. الحاجه الثانيه اللي بعد كده ان احنا محتاجين نبدا مبيعات. محتاج تبدا مبيعات، هنا معناها انك ما تبداش اعلانات. يعني ايه اعلانات؟ يعني انا هنا عايزك تبيع الاول، تحلب نفسك بكل الطرق اللي ممكنه، وبعدين تبدا اعلانات. ودي هنتكلم عنها كتير جدا في المستقبل. يعني هنتكلم عن الماركت بليس، هنتكلم عن جروبات الفيسبوك، هنتكلم عن حاجات كتيره جدا هنخنق نفسنا فيها ونزنق نفسنا فيها، وبعدين نبدا نشوف ايه التفاصيل بتاعتنا، وبعدين نبدا نفكر في المبيعات. طيب انا عايز اوصل من هنا، عايز اوصل من هنا لاي عدد من البيع، حتى لو بيعه واحده. طيب البيعه دي ليها شروط؟ ليها شرط مهم جدا، تكون خارج معارفك. انا عايزك تبيع بيعه خارج المعارف، خارج اهلك اللي ممكن يشتروا علشانك، ناس فعلا تكون عايزه تشتري البرودكت ده، لان انت منهم. نوصل بقى للنقطه الثانيه، ايه اللي هيحصل لما تروح للناس دي؟ ناس خارج معارفك، هتبدا تاخد فيدباك على كده. احنا اشتغلنا على التفاصيل بتاعتنا اللي المفروض هنتعلمها طول ما احنا ماشيين. الحاجات دي ملهاش ستيبس، ملهاش طريقه معينه، ملهاش ستاندر، ملهاش مثلا بيقول لك اعمل 1 2 3. ولكن طول ما احنا ماشيين كل واحد ليه تجربه مختلفه هيختلف عنها. كل واحد ليه تجربه هيحس ان الطريق ده بالنسبه له اسرع واحسن وافضل. الحاجه الاخيره انا محتاج منك تتابع الكورس ده مع حد من صحابك. يفضل انك تبدا المشروع بتاعنا ده او الشراكه او الاي كوميرس بتاعك ده مع حد من صحابك. شجعوا بعض وابداوا فيه سوا، ان انتوا تذاكروا
وتتفرجوا عليه وتنفذوا اللي موجود فيه. اعتقد ان الكورس لو اتفرجتوا عليه مش هياخد منكم 3 4 ساعات. انتوا مثلا لو نزلتوا قعدتوا على القهوه كده وكل واحد سمعها في الفون بتاعكم، او انتوا مش هتحتاجوا تتفرجوا عليه، ممكن تسمعوه مثلا في بودكاست وانتوا رايحين مشوار، رايحين مواصلات، اي حاجه تقدروا تسمعوه وتبداوا تشوفوا الخطوات اللي موجوده وتنفذوها ازاي، وهتلاقوا الموضوع باذن الله سهل. حاجه من الحاجات المهمه جدا اللي لازم ناخد بالنا منها ان التجاره الالكترونيه، او ماشي التجاره الالكترونيه مش سوشيال ميديا. النقطة دي مهمة جدا احنا نعرفها. يعني انا لما ببدا اي كوميرس او ببدا تجاره الكترونيه، ده مش معناه ان انا بروح اعمل صفحه وببقى عايز احقق مبيعات خلاص انا هحقق مبيعات من بكره. لا، الموضوع مش كده، الموضوع بيبقى اكبر من كده. الموضوع بيكون ستور واكسبيرينس للستور ده ومصاريف وحاجات كتيره جدا جدا كلها اتكلمنا عنها اصلا في المحاضرات اللي فاتت. فالمحاضرات اللي فاتت هتلاقي اصلا ان السوشيال ميديا هي حاجه ذراع من ضمن اذرع او فرع من ضمن فروع التجاره الالكترونيه. ما نقدرش نقول عليها فرع، هي نقدر نقول عليها اداه من ادوات التجاره الالكترونيه. فهنا السوشيال ميديا، السوشيال هي اداه من ادوات التجاره الالكترونيه. فهنا لما بنيجي نتكلم على فكره ان هي صفحه لا، احنا هنا بنخرج. لو انت صفحه خلاص انت كده راجل بتشتغل سوشيال ميديا عادي، ممكن تكون كونتنت كريتور، ممكن تكون اي حاجه وبتبيع كويس. لكن لما تخرج بقى بره الخروج دي، تبدا تروح بقى للحته بتاعه البراندنج وتفاصيل البراندنج علشان تروح بيها للسوشيال ميديا، ساعتها نقدر نتكلم على النقطه بتاعه الفرق ما بين التجاره الالكترونيه او بناء براند اي كوميرس وما بين ان انت بتشتغل على السوشيال ميديا. الحاجه اللي بعد كده انا محتاج اعرف انا ليه بيجي لي رسائل على اعلاناتي ومفيش نتيجه مبيعات. السؤال ده سؤال مهم جدا جدا. اكتر الحاجات اصلا اللي بترهق الناس في الشغل وبنحاول فيها كتير، ولكن في البدايه نوتس كده عندك لما يبدا الناس تجي لك رسائل والناس ما فيش مبيعات، لو انت في البدايه بنسبه كبيره عندك مشكله ان الناس مش واثقه فيك. مش واثقه فيك مش معناه ان انت حد حرامي، ولكن الناس حاسين كده ان البيج لسه جديده، ما فيهاش فيدباك، الناس مش مستفيده. فتعالى اقول لك بقى ايه الخطوات او ايه الحاجات المهمه جدا اللي انت ممكن تعملها عشان تفيدك في النقطه دي. بص، هديك 3 حاجات كده، 3 انواع من الكونتنت لما بتشتغل عليهم بيجيبوا نتيجه في البدايه. اول حاجه، ادي نزل دايما فيدباك لناس حقيقيه، ناس بتقول فويس، نزل الفويس سكرين ريكوردنج، ما تشتغلش على موضوع المونتاج، لا نزله عادي بطبيعي. ابدا صور البرودكت بتاعتك صور طبيعيه، صورها من الموبايل، اعمل ستوري، خلي الناس تصورها، الناس وهي بعد ما تصورها وتصور لك المنتج خد سكرين ونزله. فاي نوع من الفيدباك الطبيعي 100% ده هيساعد ان انت الناس تثق فيك. الحاجه الثانيه، صور دايما الشحنات بتاعتك وهي خارجه، حسس الناس ان في فعلا ناس بيطلبوا منك الاوردرات بتاعتك. انت لو بس بتنزل كونتنت من نوعيه والله ايه البرودكت ده صورناه ورايح كذا، البرودكت ده طلب من المكان الفلاني وبنوصل المكان الفلاني، ده فيدباك المكان الفلاني، خلاص احنا كده طمنت ان انت بيدج حقيقيه وشغاله. طيب الحاجه الثالثه اشتغل على فكره العروض بتاعت اول مره، اللي هو انا عندي عرض ليك عشان انت اول مره تطلب مننا. فانا دلوقتي تعالى نفترض انا كاستمر عادي او دخلت دي بيدج شكلها جديد، بس ايه ده كل يوم بيوصلوا اوردر، ده في فيدباك، ناس كتير قالوا على المنتج حلو، ناس كتير قالوا مش عارفه ايه، في عرض لكل شخص هيطلب لاول مره. خلاص انا كده خدت الفانل كامله كده، وخلاص انا حسيت ان انا بقيت مقتنع او في حاجه تشجعني كمان ان انا اطلب دلوقتي. ساعتها ده شيء مهم. وعايز اقول لك كمان ان حاجه من ضمن التريكات، انا ما اقدرش اقول عليها هي تريكايه وحشه ولا حلوه، مش هقيمها، بس هي يعني بتجيب نتيجه. فكره ان انت الاعلان اللي الناس اشتركوا من عليه بتشغل اعلان واحد وبتخلي كل الناس اللي اشتركت او كل الناس اللي اشترت المنتج من خلال الاعلان ده يخشوا على المنتج ويكتبوا كومنت فيدباك كويس، ان والله اتبسطنا، كنا سعداء، مش عارفه ايه. التفصيله اللي زي كده بتفرق جدا جدا في نتيجه الاعلان بتاعك. بعد كده محتاجك تتعلم حاجه مهمه جدا جدا جدا. انا بس عايز الكلمه دي من جمالها عايز اعلم عليها بالاصفر، ان انت ما توقفش مشروعك علشان مش عارف تعمل اعلان. ناس كتيره جدا متخيله ان نجاح الاي كوميرس ان انت تعرف تعمل اعلانات او انك تجيب حد يشتغل لك اعلانات، ولكن الموضوع خارج بكتير جدا من الاعلانات بكتير. يعني اخر حاجه ممكن تشتغلها هي موضوع الاعلانات، والاعلانات هنتعلمها سوا مع بعض، بس واحنا بنتعلمها هتعرف ان الاعلان ده اخر حاجه تشيل همها خالص. انت تشيل همها فعلا لما بتكون بقى تبدا مبيعاتك بتزيد ويبدا في تفاصيل كتيره جدا وانت محتاج تركز في الاوبريشن وتركز في حاجات كتيره قوي. ساعتها ممكن اقدر اقول لك عين حد بتاع اعلانات عشان يبدا يشوف الوينر وتفاصيل كتيره جدا هنتكلم عنها ان شاء الله قدام. بعد كده محتاجين نتعلم حاجه اسمها التعامل مع المورد. طب ايه فكره المورد ده؟ فكره المورد الشخص اللي انت هتجيب منه البرودكت بتاعتك عامل ازاي. طب في شروط معينه؟ ما فيش شروط غير ان احنا منطقيا بندور على اقل سعر المورد، لان كل جنيه هتوفره هيوفر معانا في الكوكس بتاعنا، او هيوفر شرحناها يعني هيوفر معانا في المنتج ده هنقدر نبيعه ازاي. فدايما احنا عندنا معادله بندور على اقل سعر علشان نبيع باعلى سعر للعميل. محتاجين نعرف ايه بقى قبل ما نروح للموردين؟ محتاجين نعرف شويه حاجات، جمله وقطاعي ونص جمله وجمله اونلاين. الجمله دي انك تروح مثلا لاماكن كتيره زي مثلا جروبات التليجرام
او انك تنزل الموسكي وحاره اليهود والاماكن بتاعه الموردين عشان تروح تجيب منهم جمله. الجمله دي زمان كان مثلا حد بيطلب مثلا كذا دسته، بيطلب مثلا 5 6 7 دستات او ايا كان، يعني الجمله في البرودكت ده بتبدا منين، لان كل منتج الجمله بتاعته بيكون لها بدايه مختلفه. فهنا مثلا انا قررت ان انا هتروح تشتري جمله. خد بقى بالك من الحته دي، الجمله ممكن يكون عدد دستات كبيره، انت محتاج تشتري دستات كبيره، فالدستات الكبيره دي هتنزل معاك في السعر قليل، ده منطقي. الحاجه الثانيه اللي بعد كده هي القطاعي. طيب القطاعي ده ان انا مثلا والله رحت اشتري 4 منتجات 3 منتجات، انا واخدهم بسعر قطاعي علشان الريسك بتاعي اقل، وببدا ازود انا خلاص، انا بجيب بسعر غالي وببيع برده بسعر غالي، فبحاول ان انا اضيف ميزه تنافسيه اكبر على المنتج بتاعي ده، لان انا جايبه قطاعي، فبشتغل اكتر على المحتوى، على الناس تثق فيا، على سعر شحن اقل، تفاصيل كده كتير. بعد كده هنا عندنا النص جمله. النص جمله ده مثلا ان الجمله مثلا لو افترضنا ان الجمله بتبتدي من دستتين، فهنا ممكن تشتري نص جمله، زي مثلا ان انت تشتري دسته واحده او تشتري 3 دست. لو هو مثلا الجمله بتبتدي من 6 دست، تبدا تقول والله انا عايز نص جمله. والموضوع ده يعني النص جمله والجمله الاونلاين الاثنين دول ابتدوا مع البيع الاونلاين، بقى ابتدى يظهر المصطلح ده. انا ما اعرفش كان موجود من قبل كده ولا لا، ولكن هو ابتدى بشكل واضح، يعني اخد بالي منه قوي قوي بعد موضوع البيع الاونلاين، وابتدى البيع يبقى شغال عليه. مثلا يقول لك ده سعر نص جمله، سعر نص جمله مثلا 100 جنيه، الجمله ب 90 جنيه، لكن سعر نص مثلا الجمله ب 100 جنيه والنص جمله مش ب 50 جنيه، نص جمله ب 60 جنيه. فانت لو اشتريت نص جمله هيبقى واقف عليك ب 60 جنيه، ولكن لو اشتريت جمله كامله هيبقى واقف عليك ب 100 جنيه. فساعتها هتكون مثلا وفرت المبلغ ده. نتكلم بقى عن الجمله الاونلاين. الجمله الاونلاين ابتدت الناس تتعامل مع الاونلاين وابتدت تشتري، ابتدى يظهر مصطلح جديد للجمله الاونلاين. فهم مثلا بيبقوا عارفين ان في شخص فلاني عايز يبدا يشتغل اونلاين، ولكن معهوش ان هو يشتري جمله كبيره، فيقول لك خلاص والله احنا الجمله الاونلاين بتاعتنا مكونه من مثلا دسته 12 قطعه مشكل. 12 قطعه يعني 12 قطعه مثلا فيهم مقاس ايه ومقاس سمول ومقاس مش عارفه ايه، او مثلا برودكت معين القلم ده، يقول لك الجمله الاونلاين عندنا جمله اونلاين عباره عن 3 4 الوان كلهم موجودين في دسته واحده، فالدسته بتاعتك اونلاين فيها الوان مختلفه. دي ظهرت لما البيع الاونلاين بقى موجود. طب ايه تاني اللي ظهر؟ اللي ظهر فكره ان الدسته مش بس 12 قطعه. يعني ايه الدسته مش 12 قطعه؟ احنا كلنا عارفين ان الدسته 12 قطعه، ولكن ظهر مؤخرا موضوع ان الدسته يقول لك والله لا، ده المنتج ده دستته 10 قطع، المنتج ده دستته 11 قطعه، المنتج ده دستته مش عارفه ايه. طيب ده ظهر ليه؟ ظهر لما المنتج غلي شويه، يعني الحاجه بقت غاليه، فمثلا الدسته بدل ما كانت واقفه ب 100 جنيه والمفروض بعد الغلا هتقف مثلا ب 120، فقال لك خلاص احنا نخلي الدسته بتاعتنا 11 قطعه بدل ما يبقى الدسته 11 قطعه وبنفس السعر، بدل ما نغلي السعر ونخش بقى في مشاكل اكتر. فلازم تبقى عارف الدسته بتاعتك شغاله ازاي علشان تعرف تحسب الكوكس والحاجات اللي احنا اتكلمنا عنها في السيشنز اللي فاتت. بعد كده هنا عندنا اختيار المنتج والتسعير. اول حاجه اسال نفسك ازاي شطارتك بتزود مكسبك. فاكرين لما كنت اتكلمت على ان انت محتاج تنزل وتجيب اقل مورد؟ دي هنا لو وصلت لاقل مورد او وصلت للمصنع او وصلت للمستورد او ايا كان، وصلت للمصدر الاساسي، ده بيخليك توصل ان انت تجيب منتج بسعر قليل علشان تبيعه بسعر اعلى، او تقدر تبقى بتنافس بقوه. طيب ما قدرتش وجبت مثلا راس مالك قليل، فاضطريت ان انت تجيب حاجات قطاعي، ساعتها يبقى انت ما عندكش ميزه تنافسيه في السعر، ولكن عندك ميزه تنافسيه في نوع الكونتنت اللي انت بتقدمه، وان الناس تثق فيك اكتر، وممكن يكون عندك ميزه تنافسيه في ان انت قريب من الناس، او بتوصل في القاهره والجيزه بشكل سريع، او بتوصل الحاجه بنفسك، ودي ميزه تنافسيه لان انت بتقدر تقلل تكلفه، وبتقدر كمان تدي للناس ثقه في ان هم لو عايزين يرجعوا تقول لهم انا باجي وانتوا بتشوفوا المنتج، لو عجبكم بتاخدوه، ما عجبكمش ما بتاخدوش. فدي برده ميزه من المميزات اللي بتبقى موجوده. وغير كده انك بتعامل الناس باحترام. يعني الناس بتوع شركات الشحن ما بيعاملوش الناس اللي بيشتروا باحترام، فكون ان انت هتروح بنفسك وتعامل اللي هيشتري ده بشكل احترام وودود ولذيذ، دي في حد ذاتها ميزه تنافسيه قويه. بعد كده هنا عندنا حاجه الترند برودكت، منتجات الرائجه. فهنا مثلا انا عايزك وانت بتختار المنتج بتاعك عندك اختيارين، يا اما تختار حاجه رائجه يعني طالعه ترند، زي مثلا فتره الصباره الراقصه، حاجه واخده فتره وانت اشتغلت عليها وجبتها وهتبدا تبيعها ومكسبها ممكن يبقى كويس. وقبل ما نتطرق للموضوع ده، عايزك تاخد بالك من حاجتين، ان المنتجات الترند مكسبها مكسب، خسارتها خساره. منطقيه قوي، حماده هلال الجمله دي. بس انا هنا اقصد ايه؟ اقصد ان مثلا المنتجات الترند مكسبها مكسب، يعني انت ممكن فعلا تجيب الصباره الراقصه دي ايام ما كانت ب 500 جنيه، تقدر تشتريها ب 100 جنيه مثلا من مورد معين، تجيب قطعه كبيره ب 100 جنيه وتبيعها ب 500 جنيه وتبقى كسبان في القطعه 400 جنيه. ولكن بعد 3 4 ايام لو انت ما لحقتش تبيع الكميه اللي عندك اللي انت جايبها ب 100 جنيه، هتلاقي اصلا ان في ناس بقت بتبيع الصباره الراقصه دي ب 100 جنيه، لان المنتج خلاص اتغرق ونزل في السوق وظهر له موردين، وبص
بص الصين ضربته والناس في مصر ضربوه، فخلاص كده المنتج بتاعك اصلا بقى بيباع للمستهلكين ب 100 جنيه لان في ناس عرفت تجيبه ب 50 جنيه. فساعتها انت لبست المبلغ ده كامل متكامل، لان انت يعني انت اصلا لو بعته ب 100 جنيه انت خسران، لان انت عندك مصاريف ثانيه ومصاريف اعلان. فالمنتجات الترند لازم تبقى عامل حسابها كويس. مكسبها حلو ومكسبها يعني هيت اند ران كده، اللي هو ستات ورجلي، حاجات فلاش كده فلطيفه، بس خد بالك ان الخساره بتاعتها بتزعل زي ما المكسب بتاعها بيفرح بالظبط. طيب ايه النصيحه اللي ممكن تكون محتاجها؟ النصيحه اللي تكون محتاجها ان انت تكون فاهم المنتج بتاعك وحبه، والحته دي اتكلمنا فيها عن النيش برودكت. طيب يعني ايه النيش برودكت؟ خلينا نفترض افتراض في كتاب بتاع البلو اوشن بيقول لك ان انت مثلا الناس كلها بتعوم في حته، والحته دي السمك كله عمال يتخانق مع بعضه وعمال يتنافس عشان ياكلوا السمك اللي فيه، ولكن في سمكه قررت تخرج من الحته الزحمه دي وتروح تنافس في حته لوحدها ما فيهاش سمك كتير، فبدات ظاهره. فتعالى اقول لك يعني ايه نيش برودكت بشكل واضح. دلوقتي مثلا لو انت شعرك كيرلي ولقيت حلاق بيقول لك انا بحلق لجميع انواع الشعر، وحلاق جنبه تاني بيقول لك انا متخصص في حلاقه الشعر الكيرلي بس، او متخصص في معالجه حبوب البشره الدهنيه فقط. تخيل هتروح لده، هتروح للي هو الراجل بيقول لك جميع انواع البشره، ولا هتروح للشخص المتخصص في الحاجه اللي بتبقى موجوده؟ اجابه السؤال ده هيوضح لك بالظبط يعني ايه فكره النيش برودكت. فانا ممكن مثلا ابقى عاوز اشتغل على منتجات كتيره وفاكر ان ده توسع، ولكن الحقيقه لا. انت لو اشتغلت مثلا ركزت على الهدوم الاوفر سايز بتاعه الرجاله، او الهدوم الاوفر سايز بتاعه الشباب، التخصص والنيش ده وخاصه الحاجه انت حاببها هيساعدك اكتر واكتر ان انت تشتغل وتبقى مميز في المجال ده. طيب الحاجه الثانيه انك تكون حابه وفاهمه. تعال نفترض افتراض انا دلوقتي ببيع منتجات تك، وانت شخص بتحب التكنولوجيا، انت بتتابع كل الاخبار الجديده، عارف المنتجات اللي بتتباع، عارف اي منتج انت بتبيعه تقنع بيه الناس ازاي، لان انت اقنعت بيه نفسك وحبه اكتر من اي حاجه ثانيه. فدي برضو ميزه تنافسيه ممكن تكون عندك، انك بتشتغل في الحاجه اللي انت بتحبها. انا عايزك تبدا تعمل الجدول ده وتضيف فيه الحاجه التاليه. اول حاجه اسم المنتج، سعر الشراء، سعر البيع، تكلفتك الكليه اللي المفروض تبقى موجوده، ومكسبك، وايه المنتجات الموسميه اللي انت هتشتغل عليها. اعتبر ان ده التاسك بتاعنا في الجدول ده، بس خلينا كده نشرحه بشكل يعني اكثر دقه. يعني اسم المنتج عشان الجدول ده هتكرره كتير. مثلا اسم المنتج اكس، انا مثلا باجي اقول والله تعالى نملاه سوا. مثلا اسم المنتج الصباره الراقصه، سعر الشراء 200 جنيه، سعر البيع هبيعه ب 300 جنيه، تكلفتك الكليه مثلا زياده عليه بكام؟ 50 جنيه. لو احنا قلنا الحاجات اللي احنا حسبناها. المكسب بتاعي دي كده 200 من 300، المكسب بتاعي 50 جنيه. طيب ايه المنتجات؟ هل المنتج ده موسمي او ايه المنتجات الموسميه؟ المنتج موسمي ترند لفتره. مثلا مثال تاني لحاجه تانية خلينا نحطها هنا، اسم المنتج مثلا بلوفر، او بلاش مثلا قفطان، او اللي هي عبايه رمضان. خلاص هنا سعرها موسمي، موسمي بيتباع في رمضان بس، اللي هو شهر 7 مثلا او شهر 3. ليه معلومه زي دي مهمه جدا انها تتحط في الجدول ده، وان انت تقسم البرودكت بتاعتك؟ لان احنا لما اتكلمنا في الكورس بتاع الاستراتيجي لو تفتكروا كنا اتكلمنا عن الموضوع ده بشكل اوضح، وقلنا ان انت لما بتبدا تعرف البرودكت بتاعتك بتتباع امتى والموسم بتاعها تبدا تجهز لها من قبلها. فمثلا لو عرفنا ان رمضان في شهر 3، ده معناه انك محتاج من شهر يناير تبدا تجهز في الكونتنت وفي الاستراتيجي بتاعتك، علشان اول ما يجي شهر 2 تبقى خلاص قاعد مجهز الكامبين وتطلع علشان تفايلر، والناس قبل رمضان تكون عرفت بالقفطان بتاعتك ووثقت فيك فتشتري منه. فده بالظبط اللي بيخلينا نبدا نقول هل البرودكت ده موسمي والموسمات بتاعته عامله ازاي. الحاجه اللي بعد كده هنا هي الحصول على المنتج. احنا كنا شرحناها فوق، ولكن المره دي هنشرحها بشكل اكتر. اول حاجه عندك جروبات الجمله زي الجروب اللي بتبقى موجود على الفيسبوك، الناس اللي دلوقتي بقوا بيشتغلوا في بيع المنتجات الجمله زي مثلا مخزن تقريبا، في ناس كده موجودين، او علي بابا المصري، يعني شويه بيدجات كده، ناس اونلاين ستور بس بيبيعوا بي تو بي، هم موردين تقدر تشتري منهم. او الناس اللي بيشتغلوا بالدايركت تو كاستمر اللي احنا قلنا عليهم، المصانع اللي بتبقى شغاله وبيبقى ليهم ساعات جروبات وليهم فيسبوك وليهم تفاصيل كتير. والحاجه الثانيه هي جروبات التليجرام. احنا كنا سالنا فوق ليه الناس راحت للتليجرام. الناس راحت للتليجرام لان في حركه زباله اتمنى ان محدش فيكم يعملها، فكره ان انت بتسحب داتا، او مثلا الراجل ده بيشتغل بيجمع الناس كلها في جروب على الواتساب، وبعدين فجاه بيلاقي الناس دي، بيجي شخص مثلا يبعت لكل الناس اللي عنده رسائل يقول لهم انا عندي المنتج ده بس بسعر ارخص، فده يعتبر يعني شقه ناس بيتاخد. ففي حاجات كتير، اي حاجه هتبعت رساله الحد ده انت ما تعبتش فيه، فصدقني انت كده حرامي ولص. الحاجه الثانيه الاوفلاين بقى، عندك الاسواق المحليه زي مثلا السوق بتاع
العتبه، ضرب البرابره، الاماكن اللي هي حاره اليهود، الحاجات اللي زي كده، الاماكن كلها اللي بتقدر تشتري منها باسعار كويسه. وزي ما احنا وصفنا لازم تكون عارف الجمله والنص جمله وان سعر الجمله مختلف، والتفاصيل دي كلها قبل ما تروح للمورد اللي انت هتشتري منه. عندنا هنا مبادئ التسعير. احنا كنا اتكلمنا عن مبادئ التسعير في الفترات اللي فاتت، فهناخدها كده تاني بسعر سريع. اول حاجه انت عندك السعر حسب السوق. سعر حسب السوق، والله ان السوق بيبيع المنتج ده مثلا فانوس رمضان اللي بيتباع ب 300 جنيه، خلاص ده سعر السوق بتاعك. انت ولا هتقدر تنزل ولا هتقدر تطلع، خاصة يعني البرودكت بتاعك انت مساوي للناس. يعني هنا ما بنتكلمش على حسب القيمه، لكن انا بتكلم ان سعر السوق. فخلاص انت عرفت والله ان الرينج بتاعك هو 300 جنيه، هتتبع سعر السوق. وسعر السوق ده عاده بيكون مبني على فكره ايه؟ بيكون مبني على فكره ان المنتج بتاعك بيساوي تكلفه المنتج زائد تكلفه خدماته. يعني مثلا المنتج اشتريته ب 100 وضفت عليه خدمات مواصلات ومروح ومجي وتغليف 100، فساعتها يبقى المنطقي بتاعي وهتكسب 100، يبقى منطقي جدا ان انت تبيع ب 300 جنيه. الحاجه الثانيه هي السعر حسب القيمه اللي بتقدمها، ودي كنا شرحناها في السيشنز رقم 2 تقريبا، او السيشن الاولانيه، وقلنا ان انت في شروط لازم تبقى موجوده علشان تسعر بالحاجه دي. ممكن تكون جايبها ب 200 جنيه ولكن تبيعها ب 1000 جنيه على حسب قيمتها، وقلنا اتكلمنا عنها تفاصيل كتير، ولكن اهم حاجه بفكرك بيها في موضوع القيمه ده ان يكون المنتج بيحل مشكله، وطرحنا الموضوع ده كتير. فدي حاجات اتكلمنا عنها في السيشن اللي فات. لحد هنا وصلنا لنهايه المحاضره بتاعتنا، وخلينا افكرك ان انت لو نزلت على اليوتيوب او بصيت على اللينك اللي تحت هتلاقي فيه منتج هيساعدك لو انت عاوز فعلا تبدا التجاره الالكترونيه بدون هزار وتحقق فعلا نتائج ملموسه. هتلاقي تحت فيه شيت اكسل او حاجه كده عمليه محاسبيه بتعرفك الجوجز وبتعرفك كل التفاصيل اللي انت هتصرفها، ولو دفعت كام المفروض يجي لك كام. هتلاقي كمان في تمبلت مخصصه موجوده، اكتر من 15 تمبلت ازاي توصف المنتج بتاعك علشان تقدر تكتب كونتنت بشكل كويس. هتلاقي كمان في طرق كتيره جدا لفانل تبنيها علشان توصل العميل بتاعك من مجرد ما يشوفك لحد ما يستلم ويرجع لك تاني ككاستمر لايف تايم. وهتلاقي تشيك ليست موجوده عشان تشيك عليها ان اللاندنج بيج بتاعتك او الويب سايت بتاعك مبنيين بشكل كامل واحترافي. مش بس كده، وهتلاقي كمان كتيب في اهم مصطلحات الاعلانات اللي انت لازم تكون عارفها. واخر حاجه هتلاقي في كتاب في 100 خطا عن الاخطاء التجاريه الالكترونيه اللي احنا وقعنا فيها في الشركه عندنا ومش حابينك انك انت تقع فيها. وفي النهايه هتلاقي كورس مسجل موجود معاك ازاي تسطب او ازاي تستخدم ايزي اوردر، ازاي تستخدم ويلت، ازاي تستخدم شوبيفاي، ازاي كمان تستخدم وورد بريس، بما ان دول اكتر حاجات سهله تقدر تستخدم فيهم في البدايه وما بيحتاجوش ان انت تكون مبرمج عشان تعمل الويب سايت ده. فلو مهتم بيهم هتلاقيهم كلهم موجودين في الديسكربشن تحت، روح لهم. وما تنساش تنفذ التاسكات بتاعتك معانا، واشوفكم على خير. مع السلامه.